هنا حمصت الباكة ويا البهارات والقسم اللوم والبصل حتى شنو تطلع نكهة البهارات بالمرقة. أنا بقى خليها شوية تحمص وبعدين أضيف الماء. طبعا هاي يعني الباكة سلقتها ودبيت الماء مالتها شوية خليتها تفور، وهنا هسه بديت أحمصها. طبعا ما خليتها تفور هواي حتى ما تذب الدهن مالتها بالماء اللي راح اذبه. محلات الباكة من الطلي مالتها يصير ابيض، بس مرات يعني ما يصادف نلقى الباكة الطلي مالتها ابيض، اللحم يصير مالتها ابيض، الشكل يصير حلو مالتها وشهي. هسه هذه ذايبة ذوبان مستوية، راح اطفي عليها. وبنات هذه الخلطة مال الخضروات المشكلة مجمدة. طبعا هاي تنحط على الشعرية وتتخلى على التمن. انا كنت قبل اجيب من ذيك القواطي، كلها تطلع ممرودة ويعني ما تفيد، يعني تنهرس من اسويها ويا الشعرية. شوف هسه هذه كاملة، يعني تشوفونها تحسونها قوية، من تجون تقلونها تظل قوية. فهسه قلت اجيب من هذه الخضروات. لا تضيفون الخضروات الا تتهدر الشعرية، يعني شلون التمن لما ننص عليه يلا تضيفون الخضروات حتى ما تنمرد. طبعا هنا الخضروات هاي قليتها بزيت يعني غزير حتى شنو ما تنمرد. انا راح اغطيها وراح اخليها تتهدر على كيفها. نكهتها طبعا بالهيل، ما ضفت اي شي بس هيل وماجي.